من الضغط. اي ضغط؟ ضغط الدوري وضغط اللي صار كل هذا. نحن الحين مناسبة احتفالية رضا. الحمد لله الحمد لله. على العموم رضا، اليوم اخوكم كابتن عيد هو احد المدربين المواطنين الرائعين الحقيقة باخلاقه قبل حتى انتاجه. تواجدكم اليوم هذا اكبر دليل لغلات هذا الانسان، شو تقول بهذه المناسبة؟ طبعا الاخ عزيز علينا وعاشرنا في الملاعب كلاعب وكمدرب وعاشرنا عندنا علاقه طيبه معه، والحمد لله اليوم جينا نشارك الفرحه ان شاء الله. نتمنى له ان شاء الله التوفيق في حياته الزوجيه ان شاء الله، وزين واحسن يوم يشرد من الرياضه، يشرد من الرياضه بعد يكون احسن ويرتاح مره واحده. شكرا لك. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام عبر منتدى مجان. معي في هذه اللحظات الكابتن علي حميد معلق قناة دبي الرياضية. أبو محمد، التواجد بالتأكيد هنا احتفالية رائعة بابن الإمارة البار المدرب المواطن عيد بارود، تواجدكم أكبر دليل على غلات هذا الإنسان، شو تقول بهذه المناسبة؟ أولا طبعا أنا أهني عيد على هذا الزواج، وإن شاء الله زواج ميمون بإذن الله، وإقبال الأولاد إن شاء الله، ومن المال ومن العيال بإذن الله، وإن شاء الله يكون زواج مبارك. واحنا اكيد سعداء. عيد طبعا واحد منا وفينا، وشخص رياضي قبل لا يكون رياضي وصديق الجميع، ويحظى بحب الوسط الرياضي، والتواجد هذا اكبر دليل على انه هو نعم يعني يحظى بشعبيه طيبه. لعيبته خايفين يبتعد عن الملاعب؟ لا ما اعتقد، بالعكس الزواج استقرار، واعتقد يعني كون اني يتزوج معناته انه هو اكمل نصف ديني بالدرجه الاولى، وبعدين في نوع من الاستقرار، وبالعكس يعني ممكن يكون في وضعيه افضل يعني من انه يكون عازب يعني. شكرا لك محمد. العفو يطول بالك. تعال. مشاهدينا الكرام متواصلين معاكم. معي في هذه اللحظات المتميز دائما بكل شيء الحقيقه، سواء كان بتحليله سواء كان حتى بطلته على الشاشه، محمد مطر غراب عضو فريق التحليل في قناه دبي الرياضيه. كابتن محمد، اليوم ما شاء الله متواجد هنا زفاف المدرب المواطن كابتن عيد بارود، عطني لمحه تحليليه عن الوضع الحالي اللي قاعد تشوفه، شخصيات رياضيه كثيره موجوده، شو تقول بهذه المناسبه؟ والله يعني اليوم هو عيد، لان ايضا زواج عيد يعني، وهي فرصه لالتقاء الرياضيين، خاصه الناس اللي صار لنا زمان ما شفناهم يعني، وخاصه جيلنا القديم المندثر يعني. فالحمد لله يعني يعني هي زياره اهل اكثر من زواج، ودائما الحمد لله يعني راس خيمه سباقه في هاي الامور، والشباب دائما عزايمهم متصله، ونحن على تواصل يعني، خاصه مع المجتمع في راس خيمه يعني. كابتن محمد، هل تؤيد ان الشخصيات الرياضيه سواء كانوا ما زالوا مستمرين في الرياضه او حتى لاعبين قدماء، هل تؤيد ان يكون لهم مثلا دعم مباشر من هيئه الرياضه، مساعده في مثل هذه الامور هذه؟ لا شك يعني، شوف من غير الدعم ما في استمرار، الدعم اساس كل شيء. ولذلك اليوم اذا كان هناك يعني هيئه معينه، لجنه معينه ترعى هذه الامور، فالتواصل يكون موجود. لا شك ان يعني الرياضيين وخاصه القدماء اصحاب تجربه، وهم غنيين بالمعرفه، ولذلك يمكن الاستفاده منهم يعني. عمليه نسيانهم هي كانك انت تنسى خبراتهم وتنسى كل ما فيهم، ولذلك يعني عمليه تواجدهم انت تستغل كل الامكانيات المتاحه بحيث انك تستفيد بما هو متاح عندهم يعني. طيب خليني استغل الفرصه، انا اذا كنت ماسك ميكروفون اي قناه رياضيه ما راح اقدر اسالك السؤال اللي راح اسالك اياه الحين، لكن دامنا نحن على منتدى مجان خليني اسالك السؤال اللي الكل قاعد يردده، شو سر تميز محمد غراب بالملابس الجميله هذه؟ سامحني على صراحتي. ما هناك سر، ولكن يعني عملية وجودك على الشاشة بشكل واحد أنا أتصور مو مقبول يعني. أصبحت الشاشة يعني مجال لجذب المستمع، والواحد يحاول أن بأي شكل يجذب المستمع له بحيث أنه يقدر يوصل له اللي هو يبغيه.
ولذلك يعني ما في شيء يعني معين، ولكن عملية ماشية يعني مع الإنسان من الصغر، يعني بغض النظر إذا استمرت في الكنادير، ولكنها هي موجودة يعني في كل على العموم أنت سواء متميز في كناديرك، في تحليلك، في كل شيء. كل الشكر والتقدير لك من منتدى مجان. شكرا لك. مشكور يا منتدى. شوف لي متواصلين معكم مشاهدينا الكرام أحد لاعبي المدرب الكابتن عيد بارود، طبعا لاعب الفريق الأول حميد سعيد. حميد، اليوم عرس الكابتن، اليوم فرحة للكل. أكيد والله فرحة الكابتن عيد، يعني يستاهل، وكابتن عيد يعني رجل غير، يعني كيف غير؟ كل يحترمه يعني والكل قدره، إنسان يعني أخلاقه عالية يعني. كان هادي، كان يعصب، كان هادي في التمارين المرة اللي فاتت يعني قبل العرس. والله التدريب يعني غير، يعني لازم في عصبية، في أشياء. شو تتوقعونه بعد العرس؟ غير إن شاء الله. إن شاء الله. خلصت وياه. متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام، معي في هذه اللحظات لاعبين نادي الامارات، عبد الله مال الله وجاسم موسى. نحن الحين ما ننتمي لاي قناه رياضيه، ننتمي للشبكه العنكبوتيه منتدى مجان، استحدث ايضا هذه القناه الخاصه في المنتدى. حدثوني في البدايه عن هذه المناسبه الجميله، شعوركم انتم وكابتنكم. خليه يتعشون، شعوركم وكابتنكم يعرض. شو تقول بهذه المناسبه؟ جاسم تكلم انت. والله بالبدايه مبارك حق الكابتن عيد، وهي مناسبه سعيده، وان شاء الله اتمنى دوم الشباب يعرسون يعني. جاسم، عرس رياضي، الناس كلها موجوده هنا خاصه من الرياضيين، تتمنى عرس يعني تتمنى. انا سالت قبل شوي معالي الوزير السابق الشيخ فيصل، هل تؤيد الفكره انت ان يكون هناك في زواج جماعي للشخصيات الرياضيه، او حتى ان وزاره الرياضه تتكلف بجزء بسيط من مصاريف الزواج بالنسبه للرياضيين سواء كانوا القدامى او الحاليين؟ والله اولا مبارك للكابتن عيد، وان شاء الله انه يكون زواج ميمون. بالنسبه للزواج الجماعي لابد منه سواء للرياضيين او الناس العاديين، لكنه في نوع الرياضه يكون لذيذ، يعني له طعم خاص. تعرف انك تجمع الناس الرياضيين اللي في الدوله كلهم يعني ويحضرون العراس الجماعيه، ففكره طيبه ونتمنى انها تطبق يوم من الايام يعني. شكرا لك جاسم. يا مرحبا. التواصل معكم مشاهدينا الكرام، عبد الله حسن، قلت اسمك صح ان شاء الله؟ صح. عبد الله حسن لاعب متميز جدا، حارس مرمى فريق نادي الامارات. اليوم عرس اخوكم، وانت يعني ما شاء الله دائما الرجال المتدينين يطالبون بشكل كبير في ان الشباب يعني يتزوجون. كابتن عيد الزواج متاخر، كان لك تاثير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله صراحة يعني خطوة زينة ان خطاها كابتن عيد انه تزوج، يعني صراحة فرحنا له صراحة، لأن كابتن عيد اخونا في المقام الاول، فالحمد لله يعني ان الله فتحها عليه وهداه وتزوج، وان شاء الله يعني للزواج يهتدي يعني. هي عندكم وايد لعيبه ما متزوجين في الفريق؟ عندنا لعيبه متزوجين كذا واحد، لكن معظمهم تقريبا متزوجين. ليش ما يكون لك دور انت في الفريق انك تشجعهم، على الاقل يكون في زواج جماعي للاعبين اللي مش متزوجين والنادي يتكفل؟ شو رايك بالفكره؟ والله فكره زينه. انا يعني شو بقول لك، احث ان الشباب يعني اللي مو متزوجين يتزوجون كلهم. يعني هم بيصيرون وياك معسكر، هم بيصيرون